اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. هشارك النهاردة معاكم يومي، وهنذاكر الفصل جيولوجيا كامل قبل الامتحان الشامل. وعندنا طبعا امتحان الشامل لدكتور محمد ايمن. هشارك معاكم درجتي واقول لكم رأيي فيه. يلا نبدأ. عايزه اقول لكم حاجه يا شباب، ان انا مش مذاكره جيولوجيا خالص قبل كده. يعني انا كنت بادئه مع مستر حميده هنا في اسكندريه، بس ما اتفرجتش على الحصص خالص وما بدأتش معاه بانتظام يعني. بس لما يعني خدت الكورس المعسكر بتاع دكتور محمد ايمن، هو شارح جيولوجيا وشارح احياء، خلصت المعادن معاه. واتبقالي دلوقتي التراكيب الجيولوجية، المفروض اذاكرها واخلص المحاضرة قبل الامتحان. بصوا يا شباب، هي المحاضرة 3 ساعات الا تلت. هبدأ اسمعها واجيلكوا لما اخلصها ان شاء الله. بصوا يا شباب، انا كده خلصت اول ساعة و7 دقايق يعني. هاخد بريك شوية وارجع اكمل بقية المحاضرة عشان ارجع اذاكرها. بصوا يا شباب، انا كده خلصت المحاضرة سمعتها، دلوقتي هبدأ اذاكرها. بس قبل ما اذاكر عايزة اشارك معاكم روتين المذاكرة بتاعي الفترة ديت. بصوا انا ماشية بالجدول ده، هو مش اصح حاجة يعني، بس ده الجدول اللي بيجيب معايا نتيجة ويخليني انجز حاجات كتير بشكل اسرع يعني. هو بيبقى مسائي اكتر، بصحى الساعة 12 الظهر وبنام 3 الفجر تقريبا يعني. انا في المذاكرة مش بحسب لنفسي ساعات بالدقيقة يعني، ومن كذا لكذا اذاكر كذا، لا يعني انا بمشي بطريقة عامة شوية. بس المهم ان انا بصحى من 12 ومن 12 ل6 المغرب انا بسمع المحاضرات اللي عليا طول اليوم. يعني لو عندي محاضرة عربي بخلصها، محاضرات الكيمياء بخلصها، وبسمع مثلا ملخصات وكده. من 12 ل6 المغرب، عشان بيبقى الموضوع الجو بيبقى دوشة اكتر ومش عارفة اركز، فبخلي المحاضرات في الوقت ده. وباخد بريك مثلا من 6 المغرب لحد 8 بالليل، من 6 لحد 8 ده بيبقى وقت الغدا، او عايزة اعمل حاجة او كده فباخده بريك. الوقت بقى المذاكرة انا بذاكر من 8 العشاء لحد 3 الفجر. ده اكتر وقت ببقى مركزة فيه، واكتر وقت بنجز حاجات كتير فيه. انا بذاكر بطريقة القوالب الزمنية، اللي هي 50 دقيقة مذاكرة وبريك 10 دقايق او ربع ساعة. وبين كل 3 قوالب يعني 3 مرات 50 دقيقة مذاكرة، باخد نص ساعة بريك كاملة. اوكي، وبخلص 3 الفجر. في الفترة ديت يعني مدة تقريبا من 8 ساعات او كده، فبتخليكم ان انتوا تنجزوا حاجات كتير جدا في وقت قصير، يعني في وقت انتوا بتبقوا مركزين فيه. وبيبقى المذاكرة تقريبا متواصلة، احنا مش بنذاكر على 8 ساعات دول متواصلين بس. بيبقى يعني في القوالب الزمنية وكده بتخليكم ان انتوا بتذاكروا متواصل، وما بتلحقوش تفصلوا بسرعة يعني. دلوقتي هبدأ مذاكرة. انا هذاكر من المذكرة اللي هي المستر ملخص فيها المنهج كله، مش هذاكر من المذكرة بتاعت الترم يعني بتاعت مستر حميدة، عشان كبيرة ديت كويسة ومتلخص فيها كل حاجة يعني في فروقات بسيطة. عايزة اقول لكم ان انا فهمت كويس جدا من مستر محمد الجيولوجيا، هو يعني بجد تحفة شرحه، وفهمت يعني وحفظت حاجات كتير منه من غير ما اذاكر. فهبدأ دلوقتي اذاكر، انا هحفظ فمش بكتب حاجة كده بالورقة على طول. بصوا يا شباب، انا لسه مخلصه الشامل دلوقتي. خدت وقت تقريبا يعني ساعتين او ساعتين وربع. الامتحان كان 60 سؤال، وهو مستواه يعني فوق المتوسط، وفي اسئله كتير صعبه يعني اول مره اشوفها، بس يعني يتحل مش صعب قوي يعني.
عرفت احل الحمد لله، بس هو خد وقت وياخد تفكير كتير جدا. وكمان يعني عايز حد يكون مذاكر كويس التفاصيل كلها، عشان هو في اسئلة كتير جاية يعني من تفاصيل الدروس. وبالنسبة لدرجتي انا جبت 52 من 60. مش عارفة دي درجة حلوة ولا لأ، بس يعني ده اللي جبته. اكتبولي بقى انتوا عملتوا ايه في الامتحان وجبتوا كام. دلوقتي هاخد بريك شوية، لسه هسمع حلقة بادئاه حبيبة النهارده الصبح، عندي وعملت بقاله فترة، نسكافيه خلصت منه 23 صفحة، هشربه وانا فحسيت بسمع الحلقة. انه في كلام قولولي مين بيحبها. لمسني، وفي حاجات انا كنت بقرا الصبح. انا كل فتره كده بحب ارجع اقرا في الجورنالز بتاعتي القديمه، اللي هو كلام انا كتبته السنه اللي فاتت، كلام كتبته السنه اللي قبلها. بشوف مثلا النهارده السنه اللي فاتت انا كنت فين، بعمل ايه في الحياه، وهكذا. ففي حاجات من اللي انا قريتها في اللي انا كنت كاتباها زي النهارده السنين اللي بصوا انا دلوقتي هبدأ مذاكرة انجليش عشان عندي شامل نص السنة بتاع ميس ليلى. وهذاكر اليونت السادس والخامس، يعني هبتدي من ورا عشان دولت اكتر يونتين انا مش مذاكراهم خالص، فعايزة اكد عليهم يعني من الاول. هذاكرهم وهقسم يعني الترم كله على 3 ايام، النهاردة 2 يونت وبكرة وبعده وهكذا. اوكي. وعشان افضي نفسي للعربي والكيمياء، عشان طبعا انتوا عارفين ان انا مراكمة عربي وكيمياء كتير وعايزة بقى افضلهم يعني، فقلت اخلص الاحياء والانجليش وهفضل العربي والكيمياء. وبالنسبة للفيزياء ما عنديش غير حصة واحدة، المفروض ان انا هخلصها بكرة ان شاء الله. فانا دلوقتي هبدأ اذاكر الانجليش، بس هقفل الفيديو على كده عشان انزله لكم. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتقولولي عايزين فيديو ايه المرة الجاية. باي باي.